كيف استطاع مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يخفي قبر مولاتنا الزهراء بالرغم أنه معظم المسلمين كانوا يريدون الصلاة والمشاركة في دفنها؟ بالبداية تم ذلك على عدة خطوات. أولا قرر الإمام تأجيل الدفن. بعد شهادة الزهراء تجمع كل المسلمين على باب الدار ورادوا يشاركون بتشييع، فأمر الأمير المؤمنين عليه السلام أحد الأصحاب أنه يخبرهم أنه راح يتم تأجيل الجنازة. بذلك فهم المسلمين والحضور والخلفاء والسلطة الحاكمة الظالمة اللي كانت آنذاك أنه راح يتم التشييع والدفن صباح اليوم الثاني، لأن ما توقعوا أنه يتم بمنتصف الليل. بعد ذلك لما انتصف الليل خرج أمير المؤمنين سلام الله عليه وقام بدفن الزهراء سلام الله عليها، وبنفس الوقت حتى يوهم الأعداء ويوهم الجميع قام بتجديد ما يقارب 40 قبر بالبقيع، فحتى ما يقدرون يميزون أي قبر كان هو قبر الزهراء صلوات الله عليه. لكن ما حصل بالضبط باليوم الثاني اجى أبو بكر وعمر ومعهم جمع كبير من المسلمين، فأرادوا أنه يصلون على الزهراء عليها السلام ويشيعوها. اتفاجئوا لما أخبروهم أنه تم ذلك بالليل، لكن أصروا على معرفة قبر الزهراء عليه السلام، فقالوا لهم أنه تم إخفاء ذلك بأمر من عندها. إيش سوى عمر وأبو بكر؟ راحوا إلى مقبرة البقيع وأرادوا أن ينبشون القبور حتى يطلعون الزهراء عليه السلام، فأمر بإحضار بعض النسوة حتى ينبشون القبور ويعرفون أنه وين قبر الزهراء سلام الله عليها. لما وصل الخبر المولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه ارتدى قباء الأصفر. هذا القباء كان يرتديه بالمواقف اللي تحتاج منه شدة وعصبية وقوة. ارتدى قباء الأصفر أمير المؤمنين وأخذ وياه سيف ذي الفقار، وكانت عيونه محمرة من الغضب. لما وصل يم الجماعة تلقاه عمر بن الخطاب، قال له: ما لك يا أبا الحسن؟ والله لننبشن قبرها. هذا الأمر أثار أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فامسك به ورماه على الأرض وقال له: أما حقي فقد تركته خشية أن يرتد الناس عن دينهم، وأما قبر فاطمة فوالذي نفس علي بيده لئن رمت ذلك أنت ومن معك لأسقين الأرض بدمائكم. هذا الشيء جدا أثار خوفهم وهلعهم من أمير المؤمنين، لأن يعرفون أنه إذا أقسم أمير المؤمنين في فعل شيء فإنه حتما سيفعله. هذا الشيء أثارهم